تاريخ كرة القدم مليء بالمواهب العظيمة والتي ظهرت وهي على مستوى الشباب على أنها في طريقها للوصول لقمة كرة القدم، لكن في بعض الأحيان ثقل التوقعات والمقارنات كان سببا في إنهاء مسيرة الكثير من المواهب، ومن بينهم بطل قصتنا لليوم خليفة زين الدين زيدان، مراد مغني، الموهبة الجزائرية المميزة التي دمرت نفسها بنفسها. ولد مراد في 15 أبريل سنة 1984 بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أب جزائري وأم برتغالية. وكالبقية كانت طفولة مغني مع كرة القدم، خصوصا أنه أتى من عائلة رياضية، فوالده كان لاعبا محليا داخل الجزائر، وكذلك شقيقه سعيد الذي كان يكبره ب4 سنوات ونصف، والذي كان يلعب حينها في الدوري الفرنسي. وفي عام 1995 بدأ ممارسة كرة القدم ضمن نادي تورسي بضواحي العاصمة باريس، وذلك إلى غاية سنة 1998 حينما التحق بالمركز التكويني كلافيرتن التابع للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حيث واصل تكوينه هناك لمدة موسم واحد قبل انضمامه لنادي كان في موسم 1999 إلى سنة 2000، لكنه لم يطل كثيرا في فرنسا ليقرر بعد ذلك الرحيل إلى إيطاليا للعب في صفوف فريق الشباب لأقل من 19 سنة لنادي بولونيا، وليوقع مغني على أول عقد احترافي له مع نادي بولونيا في يوليو سنة 2002، وليبقى مع هذا الفريق الإيطالي إلى غاية سنة 2007 مسجلا هدفين في 35 مباراة لعبها مع ناديه. وفي تلك الفترة كان أداء مغني مميزا جدا، طريقة لعبه، تمركزه داخل الملعب، مهاراته وفنياته كانت سببا رئيسيا في انتقاله إلى نادي لاتسيو الإيطالي في صيف 2007، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 1.5 مليون يورو. لكن نتائجه داخل لاتسيو لم تكن جيدة إلى ذلك الحد، الإهمال وعدم التدريب الجاد والثقة الزائدة وكثرة الإصابات كانت سببا في عدم تألقه مع ناديه في ذلك الوقت، وذلك عكس ما كان يقدمه داخل فرنسا. وبذكر تألقه مع فرنسا يا عزيزي المشاهد، فقد توج مغني مع فرنسا بلقب كأس العالم لأقل من 17 سنة في عام 2001 بدولة ترينيداد وتوباغو، وبسبب تألقه الأسطوري في تلك المرحلة فقد كان ينظر إليه من طرف النقاد والصحافة الفرنسية كوريث شرعي لزين الدين زيدان، وذلك في قيادة المنتخب الأول لفرنسا. لكن مراد اختار في الأخير اللعب لمنتخب أصوله الجزائر، وأراد أن يكون زيدان الجزائر. وبالفعل خاض مغني لقاءه الأول بقميص المنتخب الجزائري في شهر أغسطس سنة 2009 في مباراة ودية أمام منتخب الأوروغواي، حيث اكتشف الجمهور الجزائري لاعبا بمواصفات عالمية ومهارات فنية مميزة، وقد يساهم بها مستقبلا في تأهيل فريق الجزائر إلى نهائيات مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، وخصوصا أن تلك الفترة كانت مهمة جدا للمنتخب الجزائري، فقد كان على مشارف التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في ذلك الوقت. وفعلا ساهم مغني في تأهل الجزائر إلى الدورة النهائية لكأس العالم لكرة القدم سنة 2010، وكان له دور كبير فيما قدمه المنتخب الجزائري من تألق في ذلك الوقت. لكن ومع كل هذا التميز وللأسف مراد مغني لم يستطع لعب كأس العالم مع منتخبه. الجزائري سينتقل إلى جنوب أفريقيا من دون اللاعب مراد مغني الذي كما تعلمون يعاني من إصابة منذ مدة في ركبته. تم اتخاذ القرار اليوم. في سنة 2010 وقبل انطلاق كأس إفريقيا بأنغولا، وتحديدا في تربص المنتخب الجزائري للبطولة، تعرض مغني لإصابة بالركبة في التدريبات. هذا الشيء الذي جعل الأطباء حينها يطلبون منه القيام بعملية جراحية مستعجلة، لكن مغني رفض ذلك وأصر أن يلعب البطولة مع منتخبه، ورغم أن مدربه حينها رابح سعدان قام بنصحه بعدم المشاركة، لكنه رفض ذلك وأصر على اللعب. ولكن وبعد فترة قصيرة وبسبب الألم الزائد الناجم عن الإصابة لم يكمل مغني البطولة مع منتخبه، ولتكون تلك آخر مشاركة له مع منتخب الجزائر. إصراره على المشاركة في دورة أنغولا
وتهاونه على الإصابة كان سبباً في تضييع مراد مغني حلم المشاركة في مونديال جنوب إفريقيا في ذلك الوقت. وليس هذا فقط، فقد تسبب أيضاً في تضييع اللاعب لمشوار احترافي كبير، بحيث تواصلت معاناته من تعدد الإصابات وسلسلة التوقفات الطويلة عن المنافسة، وذلك بسبب العمليات الجراحية المختلفة، وليغادر بعدها نادي لاتزيو في صيف 2011، وذلك نحو الدوري القطري، حيث لعب إلى غاية 2014 ضمن أندية صلال والخور والأخوية. وبعد فترة قصيرة خاض مغني تجربة قصيرة في رياضة كرة القدم داخل الصالات في عام 2015، وذلك رفقة نادي شون فوستال، ثم عاد مرة أخرى لميادين كرة القدم من بوابة نادي شباب قسنطينة الجزائري، حيث لعب معه في 21 مباراة رسمية، ومسجلا خلالها 8 أهداف، وذلك طيلة موسمين كاملين من سنة 2015 إلى سنة 2017، وليقرر بعدها الاعتزال نهائياً. لكن في عام 2019 عاد مغني من الاعتزال ليلعب بين الهواة الفرنسيين، وذلك في المستوى الثامن من كرة القدم الفرنسية مع نادي فال دو فرانس. صحيح أن مشوار مغني انتهى مبكراً ولم يحقق الإنجاز الكروي المتوقع منه، لكنه قبل كل ذلك ترك أثراً أخلاقياً طيباً بشهادة الآخرين وحباً كبيراً من طرف أبناء بلده، كما أنه كتب تاريخه الخاص داخل بلده كواحد من أحسن المواهب الجزائرية في التاريخ. إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. كان معكم هاكيتو، سلام.